القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية اللي نزل على خير الرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الشقيري من خلال الكتاب ديالو غادي يقدم لنا مواقف وتأملات في نصوص قرآنية أقل ما يقال عنها أنها عظيمة ورائعة، واللي كل واحد فينا لابد يكون على علم بها، خصوصا إذا كان من الناس اللي عزيز عليه يتأمل وكيخدم عقله باش يتوصل لحقائق كتقربهم من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كتزيدو قوة وعزة. بعض المرات الكاتب كيصعب عليه يفهم عقليا بعض الآيات رغم البحث ديالو في التفسيرات. من بين هادشي فكرة الخلود في النار. كيقول لي عقلو أنه من غير العدل أن الإنسان يعيش 60 سنة في الدنيا يتحكم عليه يعيش إلى الأبد في العافية. من خلال البحث ديالو لقى بأنه كاين واحد العالم اللي كيدعي أن النار غادي تفنى، لكن هاد التفسير ما بانش ليه منطق، لأن آيات الخلود في النار واضحة وصريحة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في هذه الحالة الكاتب بغى يسلم عقله المسلمات أكبر. أولا أن الله هو الخالق ونحن كلنا عبيده. ثانيا أن الله حكيم عادل وعليم، أن فهمنا محدود باش نقدروا نفهموا هذه الأمور كاملة. وفي النهاية كيسلم أمره لله وحكمته. كيبين أيضا أنه من الكبر أنك تعتقد أننا نقدروا نفهموا غاية الله بها الأمور. يخص دير هو التواضع وتستسلم لأمر الله وتسلك منهج الصحابة رضي الله عنهم. السمع والطاعة في حالة ما بانتش ليك حكمة الله. من بعد ما دازت شي أيام الكاتب غادي يتأمل في واحد الآية أخرى اللي غادي تخرجه من الحيرة الفكرية اللي عنده على قضية الخلود في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الموقف كيعبروا الكفار على الندم ديالهم وهما في النار كيطلبوا فرصة أخرى في الدنيا. منطق كيقول بأن هاد الناس إلا رجعوا للدنيا غادي يكونوا من المؤمنين، لأنه مستحيل شي واحد يعيش داك العذاب وغادي يعاود يدير شي فعيل خايبة اللي ترجعوا ليه. ولكن هنا كتجي واحد الآية أخرى اللي كيقول فيها ربي: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللي كيبين لنا فيها الله على أن هاد الكفار كانوا كيعرفوا الحقيقة ولكن كانوا كيخبيوها. من بعد تجي الضربة القاضية لهذا الطلب اللي قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هاد الفئة من الناس واخا ترجع للدنيا غادي تبقى تكذب، هما في العافية وكيكذبوا كما قال الله في تكملة الآية: وإنهم لكاذبون. هاد الآية كتبين حقيقة الكفار اللي تكبروا على الله وهكذا كيكونوا يستحقوا الخلود في النار. الاهتمام بعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام بالشهرة وهو من أكبر ملذات الدنيا، ولكن هذا الشيء كينتج واحد النوع من الضيق. الشيء اللي كيأكدو أحمد الشقيري من خلال التجربة الشخصية ديالو كواحد من المشاهير اللي كيتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في هذا الوقت كان كيحس أنه كيقلب على متعة مزيفة وولا عنده بحال الإدمان، الشيء اللي كيخليه يقارن راسو باستمرار مع الآخرين. وهادشي مرضو في حياته أثر على الإخلاص ديالو وخلاه يتعلق بالناس، إلا شكروه كيفرح ولا انتقدوه كيطلع عليه الدم، وهكذا ولات المشاعر ديالو بيد الناس. ورضا الناس غاية لا تدرك. من الكرم ديال الله أن كل حاجة في هذه الدنيا كيوفر لها مخرج إيجابي روحاني. البديل الإيجابي للشهرة الدنيوية هي الشهرة الأخروية، وهذا الشيء جسد الله سبحانه وتعالى في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تحول وجهة القلب ديالك باش يقلب على الشهرة بين مخلوقات السماء. هي أحسن أنواع الشهرة. الشهرة هي اللي غادي تفيدك وتسهل حياتك في الآخرة. الحكيم هو اللي كيقلب على الشهرة الدائمة بدل المؤقتة. علاش كاين الشر في الدنيا؟ وعلاش كيوقعوا لينا شي حوايج خايبة بلا ما نعرفوا السبب؟ الجواب على هذه الأسئلة كاين في فهم القدر، وخلاصة القدر كاينة في قصة الخضر. سيدنا موسى بحالو بحال الناس بغى يفهم هذه القضية ويصيفط الله الخضر باش يعلمو المبادئ الأساسية للقدر. وإلا بغينا نفهمو مزيان المعنى خصنا نقراو القصة بمبدأ أن الخضر هو القدر. أولا وصف الله الخضر أو القدر كتابه فقال سبحانه وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذا الأصل ديال القدر رحمة، والرحمة المصدر ديالها العلم ديال الله. ثانيا موسى كيقول كما جاء في كتاب الله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى باغي يتعلم ويعرف الأسباب من خلال الخضر. ثالثا قدر كيجاوب موسى في الآية قال: إنك لن تستطيع
تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعلموا بأنه ما غاديش يقدر يصبر لأنه بكل بساطة ما عندوش كاع المعلومات. رابعا موسى كيصر على فهم القدر وأسباب الأحداث، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومشات هاد الأحداث ديال القصة كيف ما كيعرف الجميع بلي موسى كيستنكر الأفعال ديال الخضر، الشيء اللي كان كيخلي الخضر يذكر موسى أنه ما غاديش يقدر يصبر لنقص علمه بالمعلومات الكاملة ديال الأحداث اللي وقعت. ومن القصة يمكن لنا نستنتجوا أن القدر أنواع، فيه المصيبة اللي كنكتشفوا على أنها خير من بعد مدة، وفيه المصيبة اللي ما يمكنش تعرف فين كاين الخير ديالها، وفيه المصيبة اللي كيحيدها عليك الله وما عمرك غادي تعرفها. أنطوني فلو كان من أكبر الملحدين المشهورين في العقد الماضي. سنة 2004 غادي يولي يآمن بأن الله هو الخالق. هذا التغيير في الإيمان راجع بالأساس لفهم الاحتمالية خلق الكون بالصدفة من خلال واحد التجربة ديال القرودة اللي كيضربوا في الكلافي ديال الحاسوب بشكل عشوائي باش ينتجوا شي عمل من أعمال شكسبير. النتائج بينوا أن هذه الفكرة سخيفة ومن المستحيل تحقق علميا. يبين الكاتب في نفس السياق كيفاش أن تشكيل جزيئة الليموغلوبين أمر جد معقد ما كيقدرش يتحمله العقل ديالنا، مع الإشارة على أن هذه المادة هي عبارة على بروتين مزوز داخل خلايا الدم الحمراء، وأن احتمالية تكون بشكل عشوائي هي عملية غير ممكنة حسابيا وعلميا. وهذا الشيء اللي كيخلينا نتأملوا مزيان في الآية الكريمة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كيخلينا أيضا نعرفوا أهمية العلم في الوصول لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أحمد شقيري في الحديث ديالو مع واحد السيد على الشعوب واختلاف أديانها أن الأصل فيها أنها ديانات سماوية يناضوا شي وحدين وقاموا بتحريفها. السيد جاتو بيزار هاد القضية، كيفاش ممكن زعما يكون نبي صيني؟ شقيري كيقول علاش لا، وذكر ليه بعض الآيات اللي كتبين أن هاد الشيء ممكن. أولا قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من لم نقصص عليك، دليل على أنه كاينين شي قصص ما كنعرفوهمش. ثانيا قول الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دليل على أن كل أمة جاء رسول كيبين لهم الحق من الباطل. ثالثا قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا دليل على أن الرسول المبعوث يكون كيتكلم اللغة اللي يفهموا القوم ديالو. وبالتالي فمن الممكن أن الصين يكون جاهم رسول كيتكلم الصينية يدعيهم إلى عبادة الله وتوحيده، وفي الأخير كيبقى الغيب في علم الله. الأصل ديال الآلام النفسية كلها جوج ديال الحوايج، الهم والحزن. الهم هو الخوف من المستقبل ينتج عليه القلق والغضب، أما الحزن المصدر ديالو هو الماضي وهو اللي كيعطينا أحاسيس بحال الحسرة والندم. ولا بغينا نقضيو على هاد الجوج خصنا 3 ديال الأسلحة كما جاء في الآية الكريمة من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا الإيمان بالله. الحزن والهم كيتعتبروا أحاسيس اللي كيكون فيها الإنسان ضعيف، والضعيف كيخصو اللي يسند عليه ظهره باش يتقوى. ناخدو غير مثال، ملي كتكون كتعرف شي حد اللي يدو واصله فانت اوتوماتيكيا كيكونوا كتافك سخان، فما بالك الا كان معك الرحمن ولله المثل الاعلى. ولكن علاش بزاف ديال الناس كيامنوا ومع ذلك كيخافوا وكيحزنوا؟ السبب هو انه ما كاينش الايمان ديال بصح اللي كيتجلب في وجود علاقه حيه شعوريه ووجدانيه مع الخالق. ثانيا الايمان باليوم الاخر، ايمان بان الله هو الخالق بوحده ما كافياش، سنآمن بان اليوم الاخر لانه الا ما كانتش حياه في الاخره ما كانش غادي يكون معنى الحياه الدنيويه، وغادي تكون الامها كتفوق ملذاتها والشر في كل بلاصه. ثالثا الاعمال الصالحه، الانفاق في سبيل الله كما جاء في الايه الكريمه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقدر الانسان يسول راسو علاش سيدنا موسى خاف من اللي صفته الله سبحانه وتعالى لفرعون رغم انه كليم الله؟ الجواب هو ان هذا الشيء كان في البدايه ديال البعثه، ان الانبياء حتى هما بشر والله كيربي المبعوثين ديالو بالتدرج عليهم السلام، وهذا التأديب كيحتاج وقت. واللي اكيد هو ان سيدنا موسى علاقته بالله مختلفه ما بين البدايه وما بين وقت الموت ديالو من بعد 23 سنة من التربية الإلهية. الدليل هو من يخرج مع بني إسرائيل وتحاصروا ما بين البحر وجيش فرعون، ولكن هذه المرة كان الرد ديالو مزلزل، كلا إن معي ربي سيهدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة إلا تفيد الحصر والقصر، يعني أن السبب الوحيد لإرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرحمة للعالم. إلا تمعنا في كلمة رحمة وحاولنا نجبدو شي كلمات اللي تشبه لها غادي نلقاو أولا راحة، الرحمة راحة القلب من كل الأمراض النفسية بحال الحقد والكره. ثانيا
رحم المرأة يحتوي على الجنين وكيغذيه، إذن فالرحمة احتواء وغذاء. ثالثا حماية، الرحيم كيقلل الأعداء والحساد ديالو. رابعا الرحمة هي قمة الحكمة، لأن الأصل في البشر هو الضعف، أن التعامل معهم بالرحمة هو عين الحكمة. أول ذنب هو معصية إبليس لأمر الله اللي طلب منه يسجد لآدم، ولكن شنو السبب اللي خلاه يرفض؟ ببساطة الحسد. هذا الحسد جاي من التكبر. إبليس كان كيعتقد أن النار أفضل من الطين، كما جاء في سورة الأعراف: خلقته من طين وخلقتني من نار، وبالتالي هو أفضل من آدم حسب نظره. الكبر خلل فكري كبير وعميق، الله بوحده اللي كيعرف من هو الأفضل، أما احنا المخلوقات علمنا محدود وقصير. كل شعور بالتكبر وراه فكر غير منطقي، وباش تقضي عليه خصك تغيره. كاينين بعض الناس اللي كيتكبروا فقط لأنه مسلم والآخر كافر، كيتعتقد أنه خير من الآخر، ولكن ما عارفش باش غادي تختم ليه. ممكن أن الأمور تقلب، سبحان مبدل القلوب. شي علاش خص الإنسان يتواضع ويطلب من الله الثبات. إبليس تبنى طريق الحسد وسخر طاقته كاملة باش يحارب البشر، داكشي علاش خصنا نفهموا أساليبه. يقول سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أهل النار والعياذ بالله كيتشكاو كيتعجبوا ملي ما شافوش شي ناس اللي كان كيسحب لهم بأنهم أشرار، لأن هاد النوع من الناس ما كانوش كيكتفيوا بالذنوب، ولكن كانوا كيحرضوا الناس وكيقودوهم في الفساد، كيتجرؤوا على المصلحين وكيحشروهم في واحد الزاوية، كيطلقوا عليهم شي صفات خايبة بحال الزنديق، ماسوني وغيرهم. نصيحة تشقيري للقارئ أنه ما عمرك تتبع شي حد في الحكم على الناس، حرص الصدق في أي معلومة أو خبر، وخدم عقلك وحسن الظن بالناس باش ما تتفاجئش يوم القيامة. وأهم حاجة ركز غير على راسك وشوف واش يقلق. سورة النحل كيقول الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إلا تأملنا في كاع التعبيرات اللي توصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش نلقاو حتى آية كتقول ولا تغضب عليهم. هادشي كيبين أن قلبه صلى الله عليه وسلم يحزن لأجل الناس، وهادشي جاي من الرغبة ديالو الشديدة باش يكونوا على الصراط المستقيم، لأن الغضب فيه حظ للنفس، لكن المشاعر النبوية بعيدة كل البعد على هادشي. أما الرحمن فمن حقه يغضب سبحانه وتعالى من هذوك اللي كفروا وجحدوا بالنعمة، لأنه هو الخالق المتكبر. خلقنا من عدم لم نكن شيئا. بزاف منا كيركزوا على صفات الرحمة في الله، ينساو صفات العظمة والجبروت والجلال، وبالتالي ما كيكونش عندهم صورة متوازنة على الخالق. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية كتأثر تعاملنا مع اليهود والنصارى. أولا كل أمة عندها شريعة مختلفة ولكن الدين واحد، توحيد الله وطاعته. ثانيا التنوع والاختلاف في الشرائع هو إرادة إلهية. ثالثا الواجب على كاع هاد الأمم يتسابقوا على فعل الخيرات. رابعا الله كيواعد عباده يبين لهم كاع داكشي اللي اختلفوا فيه. إذا المهم في هادشي هو أننا نبعدوا على الصراعات وكاع الأمم تلتف حولها لا إله إلا الله والعمل الصالح. خلاصة المبادئ الكونية ديال الرزق نقدروا ناخذوها من قصة قارون. أولا مبدأ تولي لاباس عليك ما كيعطيكش الحق تكبر على الناس، تشوف راسك أحسن منهم، كما قال الله في سورة القصص: إن الله لا يحب الفرحين. ثانيا خليك دائما مفكر أن المال مال الله، خاصك تنفق منه وخاصك تعطي لكل ذي حق حقه، مصداقا لقوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثالثا استمتع بداكشي اللي أعطاك الله في حدود المتوسط كما أمرنا سبحانه وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. رابعا استعمل فلوسك باش تحسن للناس وتشوف من حاله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. خامسا ما تتاجرش في شي حاجة اللي غتفسد المجتمع، ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن استخدام المال في أمور ضارة حتما كتكون عنده عواقب وخيمة، وكيكون مصيره بحال قارون كما أخبرنا ذلك الحق سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. بما أن الله كريم وخزائنه واسعة علاش ما يرزقنيش فلوس كثيرة؟ كلنا ربما سولنا راسنا هذا السؤال، الجواب ديالو كاين في هذه الآية الكريمة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن لينزل بقدر ما يشاء
إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى كيوزع الرزق على حسب العلم ديالو وحكمته، لأن الإنسان عموما ما يقدرش يتعامل مع واحد القدر كبير ديال الفلوس اللي غيجيه فجأة وتقدر تأدي به الهلاك. لكن هادشي ما كيعنيش أنك تربع يديك وما تطمحش باش يكون عندك ثروة، بل بالعكس، طلب الرزق والأخذ بالأسباب أمر واجب، والله يرزقك بطريقة تدريجية. كما كنقولوا الله يعطينا الرزق على قد نفع. ما جعل الله من قلبين في جوفه. الكاتب استحضر هذه الآية اللي تأمل كيفاش كيتطور واحد الحب عميق في قلبه مع مرور السنين، وهو الحب اللي كان كيشكل دافع لحياته ومتعه. غير هذا الحب خلال مراحل مختلفة من حياته، حيث تنتقل من حب لكرة القدم إلى الاهتمام بالعلاقات العاطفية والفلوس والشهرة وما إلى ذلك. لذلك الكاتب أخيرا أن الاقتراب من الله كيطلب تركيز القلب عليه، بس ما نبقاو نفكروا في الأمور الدنيوية، وكيأكد على أن السر الحقيقي باش نوصلوا لله هو يكون الله هو المحرك الرئيسي لأعمال الإنسان، لأن القلب كيكون عنده غير محرك واحد. الكاتب واحد النهار كان جالس كيتأمل في واحد الطير كيحلق في السماء. هاد الوقيته تفكر الآية القرآنية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، واللي كتشير لقوة الله وسيطرته على كاع الكائنات. يشير الكاتب لأن العلم الحديث ساهم في فهم طريقة عمل الأمور بشكل أكبر وأوسع، وكيصرح بأن القوانين الكونية كتبين الحكمة والتصميم الإلهي في الكون، شي اللي كيأكد على أن وجود إله عظيم وراء هذه القوانين اسمه الله سبحانه وتعالى. مهم في هادشي هو ضرورة فهم واستكشاف هذه القوانين الكونية كآيات كتشير لوجود الله، كتأكد على عظمته سبحانه وتعالى. في الآية رقم 24 من سورة يونس كيقول الله سبحانه وتعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. من خلال الآية كيشير الكاتب لأهمية التفكر واستخدام العقل في الدين، وكيقارن ما بين القرآن وتاريخ الكنيسة بعدم فهم العلم وقمعه، واستشهد بقصص علماء مثل كوبرنيكوس والغاليليو والتحديات اللي واجهوها من خلال الكنيسة بسبب اكتشافاتهم. وذكر أيضا تحريم علماء العثمانية استخدام الطابعة وغيرها من التحديات اللي واجهها العلم في العالم الإسلامي. الكاتب كينتقد كذلك الأصوات اللي كتستخدم الدين باش تمنع التطور وتسد الأفواه وتغلق العقول، يأكد على أن الدين غير مسؤول على هذه التصرفات، وكيوصي بالتفكر واستخدام العقل. الكاتب كيشارك معنا تجربته فاش طاح جرح بسيط فاش كان كيتمشى. في هذه اللحظة ذكر آية رقم 24 من سورة البقرة يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذا كيستفسر على شنو الفائدة من التحصين والدعاء إلا ما كانش كيبعد علينا الأحداث الخيبة والمصائب، ولكن غادي يغير نظرته للأمر ملي تفكر واحد الحادث اللي ترسات فيه الرجل ديال واحد من صحابه من بعد واحد طيحة خفيفة، واستنتج أن التحصين والدعاء يمكن يحميوك من الأمور الخايبة وخا ما تفهمش كيفاش غادي يوقع داكشي. ووضح أيضا التأثير ديال الأفكار السلبية اللي كيحطها الشيطان في أذهاننا وكيفاش يمكن لينا نتغلبوا عليها فقط بالرضا والحمد لله. الكاتب كيشارك معنا تجربته من خلال الآية الكريمة رقم 216 من سورة البقرة واللي كيقول فيها الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يشرح المؤلف كيفاش كتغير قراراتنا اعتمادا على المعلومات الجديدة اللي كنتوفروا عليها. رسالة رئيسية للمؤلف هي أهمية التواضع وعدم الحكم على الآخرين بناء على معلومات غير كاملة. يشجع على التركيز على تقييم الذات بدلا من الحكم على الآخرين، مشددا على أن القدرة على الحكم بشكل مناسب ترجع لله وحده العليم الخبير. الدعاء اللي قالوا نبينا موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، هو دعاء يحمل فيه الكثير من المعاني والدروس. الدعاء كيظهر لنا عمق الإيمان والتواضع عن النبي موسى عليه السلام. تفسير الدعاء: طلب الدعم والمساعدة. موسى عليه السلام طلب من الله باش يكون عنده وزير من الأهل ديالو اللي هو أخوه هارون عليه السلام، باش يكون ليه داعما ومعينا في مهمته كنبي وقائد. توكل على الأسباب. بالرغم من أن موسى كان نبيا ومعه القوة من الله، إلا أنه علم بأهمية الأسباب والمساعدة من البشر. الدعاء ما كيمنعش اتخاذ الأسباب والعمل بجد لتحقيق الأهداف. ثالثا التواضع. على الرغم من مكانة موسى عليه السلام كنبي، إلا أنه متغافلش على الدعاء باش يكون ليه وزير. هادشي كيبين التواضع والتواضع أمام الله. أخوه هارون. موسى طلب أن يكون وزيرا معه أخوه هارون، شيء اللي كيظهر مدى الثقة والقوة بيناته. الدعاء مقبول. الله استجاب لدعاء موسى واختار هارون باش يكون وزير له. الدعاء كيعلمنا أهمية الاعتماد على الأسباب والتواضع أمام الله. الدعاء والعمل يجتمعان معا في تحقيق الأهداف. صراحة احنا مقصرين
صغير مع القرآن الكريم وقليل فاش كنقراو، والحياة بلا قرآن هي حياة بدون سكينة وطمأنينة، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحمد الشقيري اختار لنا جزء صغير من القرآن ولنا نتأمل في المعاني العظيمة ديالو، وهذه خاصها تكون غير بدايتنا مع القرآن، لأن القرآن الكريم كتاب شامل غادي تلقى فيه الإجابة على كاع الأسئلة ديالك، يكفي تخليه هو الجليس ديالك وتأمل وتعمل وتبحث تفاسير باش يوصلك المقصود من كلام الله. وكيف ما كنقولوا ديما، المعرفة ديال هادشي ما كيعنيش أننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، لأن القرآن الكريم كتاب شامل غادي تلقى فيه الإجابة على كاع الأسئلة ديالك، يكفي تخليه هو الجليس ديالك وتأمل وتعلم وتبحث في التفاسير باش يوصلك المقصود من كلام الله. كما كنقول ديما، المعرفة ديال هادشي ما كتعنيش أننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، المعرفة بوحدها ما كافياش، خصها المعرفة تولي اعتقادات راسخة، تولي هي اللي كترسم لنا الطريق في تعاملنا مع الحياة، لأن الأمر ماشي بهذه البساطة، يتطلب تدرب ومجاهدة. نتمنى صديقا نكون قدرت نفيدك يا أخي ولو بجزء بسيط من الأفكار اللي جات في الكتاب تخليك تحسن من راسك. مازال كيتسنانا أفكار ممتعة في هذا الكتاب، علاش ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس. إلى عجبك المحتوى دعمنا بالإعجاب، لأن هذا لن يضرك يا صديقي الغالي في شيء، وفي المقابل سيشجعني لبذل المزيد من الجهد لتطوير القناة. والأهم من ذلك، ما تنساش تبارطاجي مع الأصدقاء والأحباب باش حتى هما يستافدوا. حتى لهنايا تكون سالات لادوز ديال اليوم. شكرا على الإصغاء والتركيز ديالك ووقتك الثمين الذي لا يقدر بمال.